وصمودنا، لأننا اليوم نعلن برأيي المرحلة الثالثة، بمعنى نحن الفلسطينيون الذين بقينا في أرض النكبة، واعتقد من اعتقد بأنه لا وجود لنا وأننا تهودنا أو تصهينا أو لم نصبح عربا أو فلسطينيين، قمنا من بين ركام النكبة ورمادها لنعلن أننا موجودون وأننا ما زلنا نقاتل ونجاهد ونناضل، ولعربي أرض النكبة لهم ما يقول لفلسطيني أرض النكسة وأرض اللجوء، لأنه إنما اجترح هذه الملحمة بوحدته الوطنية القومية الخلاقة التي تعتبر نموذج للجميع. هذا أولا. ثانيا، نحن منذ البداية تسلحنا بقوة حقنا وصمدنا أمام من تسلح، وما زلنا اليوم نناضل للصمود أمام النكيبات الارتدادية التي عشناها منذ عام 48، بمعنى أننا نناضل اليوم ضد مصادرة أرضنا، هدم بيوتنا، منعنا من حريتنا في التعبير حظر الحركة الإسلامية، منعنا من حقنا في مقدساتنا في المسجد الأقصى. واليوم نلجأ إلى العالم لأننا وصلنا إلى درجة أن هذه الدولة أسفرت عن وجهها، والحكومات التي عاملتنا منذ البداية وكأننا أعداء وأننا ملف أمني اليوم تتغول ضدنا لدرجة أننا أصبحنا مهددين بوجودنا، ووصل الأمر إلى درجة أنني أمنع من أن أقول الله أكبر في مسجدي. لذلك نحن اليوم نقول رسالتنا للعالم: اجتزنا مرحلة الرئة العربية، ومرحلة الرئة العربية بمعنى اعتراف ذوي القربى الذين اعتقدوا بأن من بقي هو من خان، وهذا الاعتراف لم يأتي بسهولة، مهرناه دما، كلما سفكت دماؤنا أكثر 76 2000 كلما ازداد تعرف ذوي القربى علينا بأننا ما زلنا عرب فلسطينيين متمسكين بهويتنا. واليوم نستكمل الرئة العالمية، بمعنى نحن اليوم تحت سمع العالم وبصره، وهذه رسالة لنا أولا بأننا مشروعنا مشروع حق وعادل، ولنبقى على هذه الطريق المتمسكة بحقها والوحدوية. وهي رسالة لرئيس وزراء من المفروض أن كل المواطنين لديه سواء، الذي قال عنا نتنياهو أننا نعيش في جنوب أو محميات، لنقول له اليوم نحن الذين تحت سمع العالم وبصره، وأنت المنعزل في محميتك العنصرية. الإخوة الأعزاء، وحتى لا يضطر أخي سلمان لرفع اللافتات من هنا وهناك، أقول نحن سنبقى متمسكين بحقنا لأننا أصحاب قضية عادلة، وسنبقى نردد قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ونحن مؤمنون بعدالة قضيتنا، وسوف نردد تلك الترنيمة: هنا على صدوركم باقون كالجبار، وفي حلوقكم كقطعة زجاج كالصبار، وفي عيونكم زوبعة من نار. شكرا.